السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا متابعين قناة حسام في الموديل. معاكم بفضل الله سبحانه وتعالى في فيديو جديد. هنعرض لكم ركن موديل حرف ال سرير وصحارة تخزين موديل جديد وجميل جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. تم تنفيذ الركنة لصديقة القناة الأستاذة أم يحيى من محافظة القاهرة. تواصلت معنا بفضل الله سبحانه وتعالى على الواتس وطلبت مننا الموديل ده على موديل كنا منفذينه نفس التصميم، ولكن طلبت بعض التعديلات زي ما حضراتكم شايفين. طلبت ان المخدع يبقى التصميم ده والوش بتاع الركنة من تحت يبقى كابوتونيه زي ما احنا شايفين، والمخدع يبقى كابوتونيه، وكمان ظهر الركنة من الداخل يكون كابوتونيه. والركنة اللي ام يحيى اختارت عليها التصميم كان المخدع في الناحية دي كده يا جماعة، وكان شكل المخدع مختلف، ولكن هي طلبت المخدع يبقى ناحية اليمين. مساحة الركنة يا جماعة الضلع ده كده 290 سنتي، والضلع ده كده 270 سنتي على حسب المساحة عند الأستاذة أم يحيى إن شاء الله سبحانه وتعالى. طبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا الركنة متطبق عليها خصم 10%، معاها الشحن هدية إن شاء الله لغاية باب البيت بدون طلوع، والطلوع هيبقى على أم يحيى إن شاء الله، لأن إحنا بنوصل لغاية باب البيت من تحت إن شاء الله زي ما حضراتكم متابعين معانا. الركنة طبعا معاها بف كمان هدية، ولكن أم يحيى طلبت إن البف يكون بصحارة، ودفعت لنا تعديل البف من بف عادي البف بصحارة، وطلبت مننا كمان 2 بف يكونوا بصحارة تخزين، وحددت ألوانهم زي ما حضراتكم شايفين. بفضل الله حددت لون الركنة ولون التكاوي بتاع الظهور. طلبت حتى تكاوي الظهور يبقوا وش لون ووش لون تاني، وطلبت التكاوي الصغيرة يبقوا مشجرين زي ما احنا شايفين كده لونين ان شاء الله سبحانه وتعالى. القماش بتاع الركنة قطيفة سيلفا الخامة التقيلة، والمشجر برنت شوب، والاسفنج بتاع الركنة يا جماعة اسفنج كثافة 35. الركنة فيها سرير وفي 2 سرير وفيها صحارة تخزين، ولكن فيها ميزة جميلة جدا ان احنا لما بنفتح السريرين بتوع الكنبتين اللي في الطرف دول يا جماعة بتبقى مساحة الركنة كلها من الداخل، بتبقى معانا سرير زي ما احنا شايفين كده ان شاء الله. بقت الركنة كلها يا جماعة بسم الله ما شاء الله مساحة السرير بتاع الركنة من الداخل في المساحة الإجمالية اللي هي 290 في 270 سنتي من داخل الركنة. بقت بسم الله ما شاء الله كلها سرير. طلبت مننا أم يحيى برضو إن تقسيمة الخياطة بتاعت الأوعية تبقى زي ما احنا شايفين كده يا جماعة على موديل بننفذه من كنبة سرير، هيبقى ظاهر معانا في الفيديوهات المقترحة. وللي أول مرة يشاهدنا الفيديو الخشب بتاع الركنة قبل التشطيب هيبقى موجود معانا أول فيديو في الفيديوهات المقترحة، عشان لأول مرة يشاهدنا يشوف الشغل بتاعنا إن شاء الله سبحانه وتعالى على الطبيعة. والاستخدام بتاع الركن طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا سهل جدا جدا، حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. معانا طبعا الضلع ده كده يا جماعة فيه صحارة تخزين زي ما هنشوف بسم الله ما شاء الله دلوقتي. حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا على 2 ميكانيزم باكم. ومساحة الصحارة بسم الله ما شاء الله مساحة كويسة جدا جدا بسم الله ما شاء الله. ست البيت تستخدمها تخزن فيها أي حاجة، ممكن لو مستغنية عن مجموعة تكاوي مثلا من بتوع الركنة تبدأ تحطهم في الصحارة. طبعا الركنة من الداخل كابوتونيه يا جماعة زي ما احنا شايفين. كذلك الضلعين التانيين. وطلبت مننا ام يحيى ان التكوى تكون لون الوش لون، والظهر بتاعها كمان يكون لون تاني. تم التنفيذ المنتج بفضل الله زي ما يحيى ما طلبت بفضل الله سبحانه وتعالى مننا. طبعا الضلع ده برضو يا جماعة فيه الظهر بتاعه كابوتونيه زي ما احنا شايفين.
وطبعا فيه معانا كمان 2 مخدة هدية، علشان لو اي حد حابب يريح على الركنة ولا حاجة يبقى المخدات بتاعته موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يتم شحن الركنة إن شاء الله سبحانه وتعالى للأستاذة أم يحيى في خلال يوم الجمعة بالكثير إن شاء الله. تكون الركنة بفضل الله سبحانه وتعالى عند الأستاذة أم يحيى في البيت. طبعا الضلع ده برضه يا جماعة فيه الظهر كابوتانية، طبعا كل الركنة كلها ماشية مع بعضها بسم الله ما شاء الله. التكون متحركة دي طبعا بأسوست وبطانة من الداخل يا جماعة، علشان ست البيت لو حبت تغسل القماش ولا حاجة وترجعه في مكانه تاني، يبقى الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى سهل بالنسبة لها جدا جدا. وكذلك الظهور اللي هي الفايبر ده يا جماعة برضو بطانة من الداخل، سبيل ان ست البيت لو حبت تفكهم يبقى الامر بالنسبة لها سهل خالص بسم الله ما شاء الله. وان شاء الله سبحانه وتعالى يتم شحن الركنة في خلال ايام ان شاء الله توصل عند الاستاذة ام يحيى. لسه البفاطة يا جماعة طبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا العروض بتاعتهم والخصومات معانا طبعا طول السنة الأصدقاء القناة، معانا خصم 10%، معانا الشحن هدية، معانا بف هدية مع كل كنبة سرير أو ركنة إن شاء الله. ولكن أم يحيى طلبت مننا البف العادي بتاع الركنة يتعدل لبف صحارى، قلنا لها ثمن التعديل وفرق التعديل، قالت لنا ماشي، والحمد لله عملنا لها بفضل الله سبحانه وتعالى البف زي ما هي طلبت، في 2 ميكانيزم تركي حاجة جميلة جدا. واشترت مننا كمان ام يحيى 2 بف برضو بصحارة تخزين، وده البف الثالث. وهي طبعا ام يحيى هي اللي حددت الالوان سواء بتاعه الركنة او الالوان بتاعه البفات. البف مساحته يا جماعة حوالي 55 في 55 في ارتفاع 55 برضه في الحدود دي ان شاء الله. والصحارة بتاعته بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله مساحتها ممتازة جدا، ست البيت تستخدمها لتخزين اي حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى، حاجة ما شاء الله جميلة جدا جدا. ان شاء الله يتم الشحن في خلال ايام زي ما قلنا بالكتير يوم الجمعة ان شاء الله. الركنة هتكون عند ام يحيى ان شاء الله سبحانه وتعالى في البيت. في نهاية الفيديو بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة. نسينا نقول لكم ام يحيى طبعا لما تواصلت معنا وطلبت مننا الركنة حاولت لنا عربون جدية اتفاق على فودافون كاش 500 جنيه، وان شاء الله باقي الحساب يكون مع التسليم بعد ام يحيى ما تتأكد من جودة الركنة بتاعتها ان شاء الله سبحانه وتعالى. واللي حابب يعرف اكتر تفاصيل عن طريقة التعامل معنا اونلاين يا ريت يشاهد لينك الفيديو التعريفي الموجود في وصف الفيديو ان شاء الله سبحانه وتعالى. واللي حابب يعرف اكتر عن تفاصيل الشغل بتاعنا ان شاء الله، احنا متخصصين في مجال الكنب السرير، هتظهر معاكم فوق قائمة التشغيل في الدائرة البيضاء اللي فيها علامة الاي، فيها بفضل الله الموديلات اللي احنا بننفذها من الكنب السرير حوالي 16 موديل ان شاء الله. فيهم موديلات بسم الله ما شاء الله كتير جدا وتناسب الاماكن عند حضراتكم. اللي حابب يستفسر عن المنتجات او الاسعار الرقم متثبت على الشريط اسفل الفيديو، كمان رقم التليفون موجود تحت في وصف الفيديو. واستنونا في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.